المحترف محمود المواس لكورة الشرطة لا يقف على لاعب سواء بقيت أم رحلت. الحمد لله على كل حال. مباراة من أصعب المباريات اللي لعبتها بالدوري العراقي، ملعب صعب وجو صعب، الساعة 4:30 ما مباراة سهلة، لكن إخواني اللاعبين كانوا أبطال، بتشكرون 1-1. الحمد لله على كل حال. شكرا للجماهير من المساندة بالسراء وبالضراء، لكن نتمنى منهم إنه يساندونا أكثر. نحن ما زلنا بالمنافسة، ما زلنا مثل ما تعرف انت فرق، حتى لو فاز الجويه فرق نقطه، لكن الحمد لله اذا ما بعزمه الجمهور وعزيمه اخواني اللاعبين ما نحقق اي بطوله، وبالنهايه كاتب رب العالمين بده يصير. بعض الجماهير ما راضيه على اداء اللاعبين، انزعاج من الخساره السابقه. مثل ما بتعرف انت الدوري دوري نقاط اكثر من مستواه، لكن مثل يعني بهيك ملعب بدك تأدي مستوى مستحيل، ملعب كثير صعب والاجواء صعبه، واتوقع يمكن هذا من اصعب الملاعب لعبت فيه بحياتي. المواس هذا الموسم الاخير مع الشرطه، الصحف القطريه تداولت هيك اشياء، شنو وضعك؟ والله انا تركيزي هلا على 8 مباريات، لكن قدر الله يعني القادم افضل بيكون لي ولنادي الشرطه. نادي الشرطه ما يوقف لا على لاعب واحد ولا على 10 لاعبين، نادي الشرطه جاب من افضل المحترفين، سواء المواس ولا الابله ولا راح يجي ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق لهم سواء ضليت ولا لا.